تانية اعدادي، اهلا بيكم في درس جديد. بعد يا اولاد ما خلصنا الدرس اللي فات وعرفنا ازاي الحضاره الاسلاميه برعت في نظام الحكم والاداره، النهارده بقى يا اولاد هنعرف ازاي الحضاره الاسلاميه قدرت تبقى بارعه برضه في النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي للدول الاسلاميه، ودرسنا بعنوان روائع حضارتنا الاسلاميه في النظام الاقتصادي والاجتماعي. طيب الاسلام يا اولاد والحضاره الاسلاميه عموما كانت ماشيه بناء على قواعد محدده. القواعد دي يا ولاد هي اللي تقريبا سهلت لها كل امورها، وخصوصا يا ولاد النظام الاقتصادي كان منبثق من مبادئ الدين الاسلامي السامحه. عشان كده يا ولاد الاسلام والحضاره الاسلاميه قدرت تبني نظام اجتماعي متماسك. طيب قبل ما ندخل في الدرس بفكركم اللي مش عامل اشتراك في القناه يعمل اشتراك ويعمل لايك عشان يتابع كل الفيديوهات اللي بنقدمها على القناه بتاعتكم. النهارده زي ما احنا متعودين هنشرح الدرس بالكامل ونحل الاسئله الخاصه بالدرس من كتاب المدرسه. طيب هنلاقي هنا يا ولاد ان بسبب كثره الفتوحات الاسلاميه في وقت عمر بن الخطاب، هنلاقي يا اولاد ان عمر بن الخطاب كان دايما بيطور النظام الاقتصادي الخاص بالدوله الاسلاميه، وده كان ليه عده اسباب، وركز في الحته دي عشان مهمه جدا. عمر بن الخطاب كان ليه بيطور النظام الاقتصادي؟ اقول لك رقم واحد بسبب اتساع الدوله الاسلاميه. كانت الدوله الاسلاميه دائمه الاتساع طبعا بسبب كثره الفتوحات ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رقم اتنين اقول لك بسبب ان ايرادات الدوله والمصروفات بتاعتها كانت كتير جدا، فكان لازم عليه انه يطور النظام الاقتصادي. عشان كده هنلاقي انه عمل ايه؟ اقول لك انشأ بيت مال المسلمين، وبيت المال ده يا ولاد كانت مهمته انه بيجمع الايرادات بتاعه الدوله وبينفق منها على المجالات المختلفه اللي المجتمع بيبقى محتاجها. تاني مهمه بيت المال انه بيجمع الايرادات الخاصه بالدوله وبينفق منها على المجالات المختلفه اللي الدوله بتبقى محتاجاها. طيب هنا هنسأل نفسنا سؤال، يا ترى بقى الايرادات بتاعت بيت المال دي كانت بتيجي منين؟ او بمعنى اصح بيت المال كان بيدفع الاموال دي منين؟ قال لك من 6 مصادر، واحفظهم كويس. 6 مصادر كان بيت المال بيجيب منهم الاموال دي. المصدر الاول وهو الزكاة، تاني مصدر وهو الجزية، تالت مصدر وهو الركاز، رابع مصدر وهو الخراج، خامس مصدر وهو العشور، سادس مصدر وهو الغنيمة. طيب تعالى نتعرف بقى كده على المصادر دي واحدة واحدة. طيب أول حاجة معانا يا أولاد وهي الزكاة. قال لك الزكاة دي ركن من أركان الإسلام الخمس، يعني زي الحج وزي الصوم وزي شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وزي إقامة الصلاة. طيب وإيه كمان؟ قال لك الزكاة دي كانت فرض على كل مسلم ومسلمة. طيب الفلوس بتاعت الزكاة دي بقى بتروح لمين؟ قال لك بتروح لاتنين، للفقراء والمساكين. طيب جميل جدا. المصدر الثاني من مصادر بيت المال وهو الجزية. قال لك بقى ايه؟ الجزية دي عبارة عن مبلغ من المال كان بيؤخذ من اهل الذمة. طيب مين هم اهل الذمة دول؟ قال لك اهل الذمة دول غير المسلمين اللي كانوا عايشين مع المسلمين زي اليهود وزي المسيحيين. طيب هنا هنسأل نفسنا سؤال، هم ليه اتسموا باسم اهل الذمة؟ قال لك لان هم كانوا عايشين في ذمة المسلمين، يعني في حماية المسلمين، عشان كده بنسميهم اهل الذمة. طيب هل بقى اهل الذمة دول كانوا كلهم بيدفعوا الجزية دي؟ يعني القادر وغير القادر كان بيدفع الجزية دي نظير حماية المسلمين ليه؟ قال لك لا، قال لك كان بيعفى من دفع الجزية الرهبان. طيب مين الرهبان دول؟ قال لك دول الناس اللي كانوا متفرغين للعبادة فقط من اليهود ومن المسيحيين، فما كانوش بيشتغلوا فما كانوش بيدفعوا الجزية. وكان يا ولاد كمان بيتم إعفاء الأطفال والنساء من دفع الجزية، وكان الناس الغير قادرين على دفع الجزية ما كانوش بيدفعوها. طيب ثالث مصدر معانا من مصادر بيت المال وهو الركاز. قال لك الركاز دي ضريبة بتؤخذ على كل ما يخرج من باطن الأرض، زي المعادن اللي بتخرج من باطن الأرض، زي مثلا الذهب والفضة والنحاس. كانت كل حاجة بتخرج من باطن الأرض من المعادن دي بياخدوا عليها ضريبة. طيب الركاز اتسمت بالاسم ده ليه؟ قال لك لأنها كانت بتفرض على ما يرتكز في الأرض، يعني الحاجات اللي موجودة في القشرة الأرضية، عشان كده اتسمت باسم الركاز. طيب رابع مصدر معانا من مصادر بيت المال وهو الخراج. قال لك يا سيدي الخراج دي كانت ضريبة بتفرض على كل حاجة بتنتجها الأرض الزراعية في البلاد اللي المسلمون فتحوها أو أخدوها بالصلح، وكان بيتم تقدير قيمة الضريبة دي على حسب جودة الأرض الزراعية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المسلمون لما فتحوا البلاد اللي فتحوها وضموها للدولة الإسلامية كانوا بياخدوا على الأراضي الزراعية دي وعلى المحاصيل اللي بتنتجها الأراضي الزراعية كانوا بياخدوا عليها ضريبة. طيب قيمة الضريبة دي بقى كانت بتتقدر إزاي؟ يعني والله الأرض اللي كانت بتخرج محاصيل كتيرة كانت بتفرض عليها ضريبة كبيرة، والأرض اللي كانت بتخرج محاصيل زراعية قليلة كان بيتم فرض ضريبة قليلة. طيب جميل جدا. خامس مصدر معانا وهو العشور. طيب يعني إيه العشور؟ قال لك العشور دي ضريبة كانت بتفرض على بضائع التجار غير المسلمين مقابل ان هم يمروا بتجارتهم داخل حدود الدولة الإسلامية او داخل اراضي الدولة الإسلامية. يعني ايه الكلام ده؟
يعني كان التجار الغير مسلمين لما كانوا بيمروا بتجارتهم في الاراضي بتاعه المسلمين، كان المسلمين بيوفروا لهم الحمايه ويمهدوا لهم الطرق، مقابل ده بياخدوا ضريبه. زي مثلا قناه السويس عندنا كده بتاخد ضريبه في مقابل انها بتمرر السفن داخل المياه بتاعتها، مقابل طبعا انها بتوفر لها الحمايه وبتوفر لها كمان اي مساعده هي عايزاها. طيب سادس مصدر واخيرا من مصادر بيت المال كان هو الغنيمه. قال لك الغنيمه دي كانت عباره عن كل حاجه بيحصل عليها المسلمون من غنائم في فتوحاتهم الاسلاميه، يعني اثناء الفتوحات الاسلاميه واثناء الحروب الغنائم اللي بتتاخد من الحروب بتسمى باسم الغنيمه وبتبقى مصدر من مصادر بيت المال. طيب وبعد يا ولاد ما عرفنا الايرادات بتاعت بيت المال، أن الأوان بقى نعرف بيت المال بيصرف الإيرادات دي في إيه؟ يعني مصروفات بيت المال كان بيصرفها على إيه بالظبط؟ من أوائل مصروفات بيت المال يا ولاد كان بيصرف على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إن هو كان بيقدم لهم الرعاية الصحية وبيقدم لهم كل الحقوق اللي هم عايزينها في الدولة. مش بس كده يا ولاد، هنلاقي في رقم 2 إنه كان بينفق كمان على إنشاء المؤسسات التعليمية والصحية، زي مثلا المساجد والكتاتيب والجامعات والمدارس والمستشفيات اللي طبعا كانت الدولة بتستفيد منها. وهنلاقي كمان يا ولاد انه كان بيصرف على انشاء المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية، واللي كانت طبعا سبب من اسباب نهضة الدولة الاسلامية كلها. وهنلاقي كمان يا ولاد ان من مصروفات بيت مال المسلمين انه كان بينفق على الجيش والاسطول، كان بيتم تسليح الجيش والاسطول من مصروفات بيت المال. اخيرا يا ولاد هنلاقي ان كان بيدي رواتب العاملين بالدولة من مصروفات بيت مال المسلمين. اثناء حكم الدولة الاسلامية يا ولاد كان التبادل التجاري او النقود اللي بيتم بيها التبادل التجاري كان شكلها عامل ازاي؟ قال لك ان اثناء حكم الدولة الاسلامية وخصوصا في بداية عصر الخلفاء الراشدين كان بيتم التبادل التجاري بعملات غير اسلامية، زي مثلا الدينار البيزنطي اللي كان بيتصنع من الذهب، وزي الدرهم الفارسي اللي كان بيتصنع من الفضة. يعني يا ولاد كان أثناء حكم الخلفاء الراشدين كان بيتم التبادل التجاري في الأسواق وخلافه بعملات غير إسلامية، زي الدينار البيزنطي زي ما قلنا وزي الدرهم الفارسي. وفضل الحال بالتبادل بالعملات الغير إسلامية يا ولاد لحد وقت العصر الأموي، وخصوصا في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. وحصل تعديل في شكل العملة يا ولاد وابتدت تاخد الشكل الإسلامي، فكانت العملة بيتكتب عليها الشهادتين إن هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وكان بيتكتب كمان عليها اسم الخليفة الحاكم في ذات الوقت. طيب هنتكلم دلوقتي يا ولاد عن الأنشطة الاقتصادية اللي كانت موجودة في الدولة الإسلامية. أول حاجة هنتكلم عنها هي الزراعة. أثناء حكم الدولة الإسلامية يا ولاد اهتم المسلمون بأن هم يشقوا الترع والجسور، وعملوا كمان قنوات للمياه وأصلحوا الأراضي الزراعية، وده طبعا بدوره أدى إلى ارتفاع وتحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج بتاعها. طيب هنا يا ولاد عايزين نطرح سؤال، بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية داخل الأراضي الإسلامية؟ أقول لك بسبب تنوع المناخ داخل الأراضي الإسلامية. يبقى بما تفسر تنوعت المحاصيل الزراعية داخل الأراضي الإسلامية؟ أقول لك بسبب تنوع المناخ داخل حدود الدولة الإسلامية. طيب تاني حاجة في الأنشطة الاقتصادية يا ولاد اللي كانت موجودة في الدولة الإسلامية وهي الصناعة. هنلاحظ يا ولاد إن الصناعة في عهد الدولة الإسلامية كانت متنوعة وكتيرة جدا، وده يا ولاد كان نتيجة لتوفر المواد الخام اللازمة للصناعة. يعني بسبب توفر المواد الخام أصبحت الصناعة في الدولة الإسلامية عديدة وكثيرة جدا. طيب تعالوا كده بقى نتعرف على أشكال الصناعات اللي كانت موجودة في الدولة الإسلامية. عندنا الصناعات الفخارية زي مثلا الأواني الفخارية، وعندنا يا ولاد الصناعات الزجاجية كانت بتتصنع من الرملة البيضاء، يعني كانوا بيصنعوا الزجاج من الرمال البيضاء. وعندنا يا ولاد أهم الصناعات وهي الصناعات المعدنية زي مثلا الأواني والأسلحة وبعض أدوات الزينة. وكانت موجودة برضه يا ولاد الصناعات الكيميائية زي صناعة العطور وصناعة الصابون. وكان يا ولاد موجود برضه الصناعات الخشبية زي صناعة الأبواب وصناعة الأساس. وكانت موجودة يا ولاد برضه الصناعات الغذائية زي مثلا ان هم قدروا يعصروا الزيت ويستخدموا الزيت ده في الصناعات المختلفة، وقدروا كمان يجففوا الفاكهة والخضروات. وكانت موجودة يا ولاد الصناعات الجلدية زي مثلا يا ولاد ان هم كانوا بيستخدموا جلود الحيوانات في ان هم يصنعوا منها الوسائد وبيدخلوها في العديد من الصناعات. وقدروا كمان يتوصلوا يا ولاد لصناعة المنسوجات القطنية والحريرية. طيب تالت حاجة معانا في الأنشطة الاقتصادية وهي التجارة. طيب زي ما احنا شفنا يا ولاد ازاي الزراعة تطورت
وازاي كمان الصناعة تطورت، ده طبعا بدوره هيساهم في ان التجارة تتطور، لان طول ما عندي زراعة كويسة وطول ما عندي صناعة كويسة ده بدوره هيخلي عندي تجارة كويسة، هقدر اتاجر لان انا عندي زراعة كويسة، هقدر اطلع المحاصيل الزراعية دي واتاجر بيها، وطول ما انا عندي صناعة كويسة هقدر اخرج الحاجات اللي انا صنعتها دي واتاجر بيها وابيعها في كل حتة في العالم. عشان كده يا ولاد هنلاقي ان بسبب تقدم الزراعة والصناعة ازدهرت التجارة في الدولة الإسلامية، وده بدوره أدى إلى إنشاء الأسواق والاستراحات اللي كانت التجار بتستخدمها في التجارة بتاعتهم، وده بدوره يا ولاد أدى طبعا إلى إن المسلمون وقتها قاموا بتمهيد وإصلاح الطرق عشان طبعا تبقى مناسبة للتجارة، عشان يبقى سهل لمرور القوافل التجارية اللي بتمر بالتجارة بتاعتها، وأنشأوا كمان الأساطيل البحرية عشان تقدر كمان تخوض البحار وتوصل البضاعة بتاعتها لأي حتة في العالم. وعشان كده يا ولاد هنلاقي ان المسلمين اتمسكوا بمبادئ الدين الاسلامي السامحه في البيع والشراء. طيب ازاي؟ اقول لك المسلمون يا ولاد اتعرف عنهم الصدق والامانه، وكان يا ولاد بسبب صدقهم وامانتهم في البيع والشراء ده كانوا سبب لدخول العديد من الناس في الدين الاسلامي، لان هم شافوا قد ايه التجار دول بيحترموا الناس وقد ايه هم بيهتموا بالصدق والامانه في البيع والشراء، فكانوا سبب لدخول كثير من الناس في الاسلام. وهنلاقي كمان يا ولاد ان التجاره اتقسمت لنوعين، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. طيب ايه هي بقى التجاره الداخليه؟ التجاره الداخليه يا ولاد دي اللي كانت بتتم داخل المدن الاسلاميه. طيب والتجاره الخارجيه؟ اقول لك التجاره الخارجيه اللي كانت بتتم بين الدول الاسلاميه وبين الدول المجاوره. طيب اخيرا هنتكلم عن الحياه الاجتماعيه. طيب الحياه الاجتماعيه يا ولاد في العصر الاسلامي اتقسمت لاربع عناصر: العرب والموالي واهل الذمه والمرأة. طيب بالنسبة للعرب هنلاقي ان العرب يا ولاد هم اصل الدولة الاسلامية، وربنا اختارهم عشان يشيلوا راية الاسلام ويبلغوها للناس، طبعا ده بسبب الصفات الحميدة والخصال الحميدة اللي كان بيتمتع بيها العرب، وده طبعا كان سبب كبير جدا في انتشار الاسلام في العديد من البلدان. تاني عنصر معانا في الحياة الاجتماعية وهو الموالي. طيب مين هم الموالي دول يا ولاد؟ اقول لك الموالي دول ما كانوش عرب ولا كانوا عايشين في البلدان العربية، بس قاموا بالدخول الى الاسلام وكان ليهم نفس الحقوق والواجبات اللي تمتع بيها العرب. وطبعا يا ولاد في الدين الاسلامي ما كانش فيه فرق ما بين عربي وما بين غير عربي الا بالتقوى والعمل الصالح. ومن امثلة الناس دي يا ولاد عندك صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. طيب ثالث عنصر معانا يا ولاد في الحياة الاجتماعية وهو اهل الذمة. احنا قلنا يا ولاد ان اهل الذمة دول من اليهود والنصارى واللي فضلوا على دينهم حتى بعد الفتح الاسلامي، وقتها يا ولاد هنلاقي ان المسلمين والاسلام ما اجبروش حد على الدخول في الاسلام، ورغم كده يا ولاد المسلمون والاسلام امنوهم على حياتهم واموالهم والاماكن بتاعه العباده بتاعتهم، وكانوا بيعيشوا مع المسلمين في العصر الاسلامي في حياه هادئه ومطمئنه. طيب رابع عنصر واخيرا وهو المراه. المرأة يا ولاد في العصر الإسلامي كانت بتتمتع بمكانة عالية جدا، وهنلاقي يا ولاد إن الدولة الإسلامية ادت للمرأة حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية ما كانتش موجودة قبل العصر الإسلامي. فبعد العصر الإسلامي يا ولاد هنلاقي إن المرأة أصبحت تقول رأيها زي ما هي عايزة، وكان ليها حق إنها تتعلم، وكان ليها حق كمان إنها تقدر تشتغل وقت ما هي عايزة، وكان ليها حق إنها تملك الأشياء، يعني تملك المنازل وتملك الأراضي وغيرها. وقبل الإسلام يا ولاد ما كانتش المرأة تقدر تتمتع بالحقوق دي كلها. ومن أمثلة النساء دي يا ولاد عندك السيدة خديجة رضي الله عنها والسيدة عائشة رضي الله عنها، ودول كانوا زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده يا ولاد نستنتج إن المجتمع الإسلامي كان مجتمع متماسك بيسود فيه الود والتراحم بين جميع العناصر بتاعته، وما كانش فيه فرق ما بين أي عنصر من العناصر بتاعته، لا بقى جنس ولا لغة ولا دين ولا أي حاجة، كل واحد ليه الحقوق بتاعته وعليه الواجبات بتاعته. بكده يا ولاد يبقى انتهينا من شرح الدرس بالكامل، وهننتقل دلوقتي ان احنا نحل الأسئلة الخاصة بكتاب المدرسة. هنفتح مع بعضينا كتاب المدرسة صاد 40. نمرة 1، اكتب كلمة صح أمام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات غير صحيحة مع التصويب. قبل ما نبتدي يا ولاد عايز اعرفكم ان احنا هنحل كتاب التدريبات زي ما احنا متعودين بشكل شفوي، وانت بعد ما تخلص هتروح تحله مع نفسك كده بالقلم الرصاص بشكل تحريري. طيب نمرة 1، بدأت فكرة وضع نظام اقتصادي للدولة الإسلامية في عهد عثمان بن عفان. هيا يا ولاد دي إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ جاوبوا معايا.
ايوه، احنا قلنا الخليفة عمر بن الخطاب هو اللي وضع نظام اقتصادي للدولة وطوره، وده طبعا كان نتيجة لاتساع الدولة الإسلامية. يبقى الإجابة خاطئة، الصواب بتاعها بدأت فكرة وضع نظام اقتصادي للدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب. طيب نمرة ب، الزكاة والجزية من إيرادات بيت المال. أيوة طبعا إجابة صحيحة، احنا قلنا إيرادات بيت المال هم 6 عناصر من ضمنهم الزكاة والجزية. طيب نمرة ج، الخراج من مصروفات بيت المال. مين هيجاوب معايا السؤال ده؟ طبعا إجابة خاطئة، احنا قلنا الخراج هو من إيرادات بيت المال. طيب نمرة د، اهتمت الدولة الإسلامية بالزراعة فقامت بشق الترع. إجابة صحيحة ولا خاطئة أولاد؟ طبعا إجابة صحيحة، احنا قلنا الدولة الإسلامية اهتمت بشق الترع والجسور وعملوا القنوات وأصلحوا الأراضي الزراعية، وده طبعا أدى إلى ارتفاع جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج بتاعها. يبقى الإجابة صحيحة. يبقى اهتمت الدولة الإسلامية بالزراعة فقامت بشق الترع، إجابة صحيحة. طيب نمرة 2، اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية. نمرة أ، كل ما يحصل عليه المسلمون من غنائم عند فتوحاتهم الإسلامية. هيا يا ولاد، إيه هو اللي كل ما يحصل عليه المسلمون من غنائم عند فتوحاتهم الإسلامية وبيروح لبيت المال؟ أيوة أنا سامع ناس بتجاوب معايا هنا، الغنيمة. برافو يا ولاد. يبقى الغنيمة هي كل ما يحصل عليه المسلمون من غنائم عند فتوحاتهم الإسلامية. طيب نمرة ب، مبلغ من المال يؤخذ من أهل الذمة مقابل حمايتهم. أيوة الجزية، برافو يا ولاد. يبقى الجزية هي عبارة عن مبلغ من المال بيؤخذ من أهل الذمة مقابل حمايتهم. طيب نمرة ج، ضريبة تفرض على الأراضي الزراعية التي يفتحها المسلمون. مين هيجاوب معايا؟ أيوة الخراج. الخراج هي ضريبة تفرض على الأراضي الزراعية التي يفتحها المسلمون. طيب نمرة د، ضريبة تؤخذ من التجار غير المسلمين نظير بيع تجارتهم داخل الدولة الإسلامية. أيوة العشور، برافو يا ولاد. العشور هي عبارة عن ضريبة بتؤخذ من التجار غير المسلمين نظير بيع تجارتهم داخل الدولة الإسلامية. برافو يا ولاد. طيب نمرة ه، اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي ولم يجبر أحدهم على الدخول إلى الإسلام. مين دول يا ولاد؟ أيوة أهل الذمة، برافو يا ولاد. أهل الذمة هم عبارة عن اليهود والنصارى اللي فضلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي وما حدش أجبرهم على إنهم يدخلوا الدين الإسلامي. برافو يا ولاد. يبقى مين هم دول؟ أهل الذمة. طيب نمرة واو، عناصر دخلوا الإسلام من بلدان مختلفة لا فرق بينهم وبين العرب إلا بالتقوى والعمل الصالح. مين دول يا ولاد؟ أيوة الموالي، برافو يا ولاد. احنا قلنا الموالي هم اللي دخلوا الإسلام من غير العرب، بس كانوا من بلدان تانية وما كانش فيه فرق ما بينهم وما بين العرب إلا بالتقوى والعمل الصالح. برافو. نمرة ز، عناصر هم أصل الدولة الإسلامية وقد اختارهم الله لحمل هذه الرسالة وتبليغها للناس. مين هم دول يا ولاد؟ أيوة العرب. العرب هم عبارة عن العناصر اللي هم من أصل الدولة الإسلامية وربنا اختارهم عشان يحملوا الرسالة ويبلغوها للناس. برافو يا ولاد. طيب نمرة 3، بما تفسر. نمرة أ، تطور النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب. احنا قلنا يا ولاد واحنا بنشرح بداية الدرس ليه عمر بن الخطاب طور النظام الاقتصادي الخاص بالدولة الإسلامية. ايوه احنا قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل كده بسبب اتساع الدولة الإسلامية وتعدد الإيرادات بتاعتها والمصروفات بتاعتها، فكان لازم عليه ان هو يطور النظام الاقتصادي. يبقى الإجابة هتبقى نتيجة لاتساع الدولة الإسلامية وتعدد الإيرادات والمصروفات. طيب نمرة ب، بما تفسر ازدهار حركة التجارة في عهد الدولة الإسلامية. هيا ولاد مين هيجاوب معايا السؤال ده؟ احنا قلنا التجارة ازدهرت ليه في عهد الدولة الإسلامية؟ أيوة بسبب تقدم الزراعة والصناعة، كان لازم طبعا التجارة تتطور وتزدهر، عشان كده المسلمين والدولة الإسلامية أنشأوا الأسواق المختلفة وعملوا أساطيل بحرية ومهدوا الطرق عشان تسهل عليهم حركة التجارة. يبقى الإجابة هتبقى نتيجة لتقدم الزراعة والصناعة. طيب نمرة ج، بما تفسر دخول كثير من الناس في الإسلام على يد التجار المسلمين. هيا يا ولاد مين يجاوب معايا السؤال الجميل ده؟
احنا قلنا ليه ناس كتير قوي دخلوا الدين الإسلامي وخصوصا على يد التجار المسلمين. الناس يا ولاد لما شافوا التجار المسلمين والمبادئ اللي كانوا بيتمتعوا بيها في البيع والشراء وتعرف عنهم الصدق والأمانة، فابتدت الناس تسأل عن دين الناس دي، وده كان طبعا بسبب المبادئ السامحة اللي تمتعوا بيها التجار دي اللي هم الصدق والأمانة في البيع والشراء، فعشان كده كانوا سبب لدخول كثير من الناس في الإسلام. طيب السؤال الرابع، نركز يا ولاد في السؤال الرابع ده عشان مهم جدا. بيقول لك ايه بقى؟ نمرة 4، قام عمر بن الخطاب بتنظيم الاقتصاد الإسلامي فأنشأ بيت مال المسلمين. قال لك على ضوء العبارة دي أجب مما يلي. نمرة ألف، ما العملات التي كانت مستخدمة في الدولة الإسلامية؟ احنا قلنا يا ولاد أثناء حكم الدولة الإسلامية وفي بداية عصر الخلفاء الراشدين كانت العملات المستخدمة في الوقت ده هي الدينار البيزنطي والدرهم الفارسي. يبقى الإجابة هتبقى الدينار البيزنطي والدرهم الفارسي. طيب نمرة باء، ما إيرادات بيت مال المسلمين؟ طيب هنقولهم كده يا ولاد العناصر بس، مش هتقولوا الحاجات اللي جوه، هو هنا طالب منك العناصر بس. ايه هي العناصر او ايه هي ايرادات بيت المال؟ عندك الزكاة والخراج والجزية والعشور والركاز والغنيمة. طيب نمرة جيم، اذكر بعض مصروفات بيت مال المسلمين. احنا قلنا يا ولاد ان مصروفات بيت المال المسلمين كانوا بينفقوا منها على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكانوا كمان بينفقوا على المؤسسات التعليمية والصحية زي المساجد والكتاتيب والجامعات والمدارس والمستشفيات، وكانوا كمان بيصرفوا على المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية. مش بس كده، كانوا كمان بينفقوا على الجيش والأسطول، وكانوا بيعطوا كمان المرتبات بتاعة الجنود والعاملين بالدولة من مصروفات وإيرادات بيت المال. طيب احنا بكده يا ولاد انتهينا من حل اسئله كتاب المدرسه الخاصه بالدرس. اتمنى ان انت تروح تحلها مع نفسك دلوقتي كده بشكل تحريري بالقلم عشان تتاكد ان الاسئله والاجابات ثبتت في مخك. وما ننساش اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك ويعمل لايك عشان يستنى الفيديوهات اللي بنقدمها، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات والتعليقات ايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.